السلام عليكم. اليوم معنا الكابتن راقي وجميل الخلق والخلق، الكابتن نادي الجزيرة، الكابتن وليد عصام. كابتن وليد، أهلا وسهلا فيك بسرايا، نورتنا اليوم. أهلا فيك، تشرفت فيك وبزملائك وشكرا على الاستضافة الرائعة. كابتن، في البداية اسمح لي، وأنا قبل هاي المقابلة استضفتك في مقابلة، ولكن اليوم بدنا نحكي بشكل موسع عن الموسم الماضي. أنت من الحراس اللي كان أدائهم الفردي على مستوى عالي، كنت بالتوب. بدنا نحكي عن الموسم الماضي اللي للاسف خسرنا نادي الجزيره، وشو انطباعك عن الموسم وعن ادائك اللي اديته؟ هل انت راضي ولا لا؟ أول شيء الحمد لله، يعني كان أداء الحمد لله، يعني فعليا قدمت أداء ممتاز الحمد لله. بس كمان صراحة يعني ما كان بسعى في الموضوع إنه يعني كان الواحد بوده إنه يكون نادي الجزيرة نادي كبير، إنه يثبت بالدوري الأردني. وصراحة يعني شيء محزن لكل الجماهير الأردنية إنه نادي بحجم نادي الجزيرة إنه يهبط للدرجة الأولى. يعني خلال الموسم الماضي واحنا بنتابع، وانا كنت بالمدرجات بمباراه الفيصلي اللي توج فيها الفيصلي بطوله الدوري. شفنا اداء منك، يعني اداء ممتاز وعلى سويه عاليه، تالقت وابدعت. فبدي اسال شو سر انه الحراس بشكل عام قدام الفيصلي، الوحده عبد الله بن حسين، بيتالقوا بطريقه مش طبيعيه، بيكون مستواهم اعلى من المباريات الثانيه. هسا أول شيء بنبارك للفيصلي على بطولة الدوري، وثاني شيء فعليا يعني هاي المباريات هي فعليا بتكون للاعب أو للحارس إنه بمثابة دوري. تمام، لأنه هاي بتكون في مباريات ضغط، بيكون في ضغط جماهيري، بيكون في عندك هجمات كثير، بتكون في ضغط على الحارس. ففعليا هاي المباريات يعني غير عن المباريات الثانية اللي بيكون رتمها أقل. يعني مثلا بالمباريات الأقل مثلا يعني ممكن تجي لك ممكن هجمتين 3 هجمات على الحارس يعني هذول. بس أما مثلا وحدات فيصلي، رمثة، حسين إربد، هذول المباريات اللي القويات بتحس إنه في من أول دقيقة لآخر دقيقة لازم تكون أنت مركز فيها، لأنه في عندك هجمات كثير راح تكون في عليك ضغط. كابتن، هل كابتن وليد عصام مستمر مع نادي الجزيرة أم في وجهة أخرى؟ والله في الوقت الحالي يعني أنا خلص عقدي مع نادي الجزيرة، وحكي يعني في حكي إنه أجدد، بس والله صراحة في الوقت الحالي يعني بطلع إني ألعب بالدوري الممتاز أو إشي خارجي بإذن الله. يعني بشتغل مع وكيلي إنه إن شاء الله إنه أطلع برا الأردن إن شاء الله. وفي عروض من أندية المقدمة يعني إن شاء الله، بس لسه ما صارش إشي رسمي يعني إنه توقيع. في ظل تغيير الأجندة تبعية الدوري فترة توقف طويلة، شفنا كثير من اللاعبين المميزين، خلينا نحكي، خرجوا بعقود قليلة يعني نوعا ما. شو انطباعك أنت إنه اللاعب في يعني على سبيل المثال زي الكابتن عبيد السمارة طلع بلقاء، ونوجه تحية للكابتن عبيد السمارة، حكى فيه إنه أنا مستحيل أطلع بعقد نفس العقد هذا، مع إنه جاني عقود من دول، من الخليج، من البحرين، من تمام، لأنه هذا العقد بيمثل قيمة اللاعب. صحيح. أنا بدي أعرف شو وجهة نظرك أنت ككابتن وليد عصام، هل أنت مع إنه اللاعب يطلع بثمن قليل على أساس إنه يستمر، على أساس إنه ما يقدر الرتم، ما يقدر الفورمة، ولا مع إنه لا أنا لاعب أردني ومن منتخب النشامة فقيمتي يعني يفيد؟ صح. هسا بكل صراحة يعني اللاعب الأردني له قيمته بالدوريات العربية، وفعليا يعني من أفضل اللاعبين اللي بيكون موجود بين يعني مثلا لما يحترفوا أكثر من لاعب احترفوا برا الأردن، فعليا مثلوا الأردن بطريقة رائعة. منهم يزن العرب، علي علوان، يزن عمات، فعليا يعني أسماء أبهجت اللاعب الأردني. وبكل صراحة يعني التوقف هذا يعني أنت قاعد بتحكي تقريبا 8 شهور من شهر 11 لشهر 8، يعني هاي صراحة يعني كسر الظهر لكل لاعب أردني فعليا من كل النواحي، إن كان ماديا ولا كان مثلا في الملعب. يعني صراحة إذا اللاعب بغيب 2-3 لما يرجع على الملعب بحس حاله غريب. صحيح. يعني بحس إنه أنا مش نفس اللي كنت لما تلعب مباراة بعد مباراة، يعني كل أسبوع عندك مباراة. فلما ترجع صراحة يعني أنت بعد 8 شهور أنت مش لاعب ولا مباراة، فعليا حتكون كثير بعيد عن الرياضة. ففعليا يعني ما بلوم صراحة اللاعبين اللي طلعوا على أندية ممكن يعني مش تقليلا من الأندية اللي راحوا عليها،
بس يعني خلص بقول لك انا استمراريه، بدي اظل، بدي العب، بدي اعمل، بدي اسوي فعليا. هي اول شيء. وثاني شيء صراحه يعني اغلب اللاعبين كمان بتفكر بالماده في الوقت الحالي. يعني انت قاعد تحكي 8 شهور من غير عائد مادي، صراحه هذا شيء سيء جدا. يعني صراحه ما بعرف، ممكن هو التنظيم كان خطأ يعني من هاي الناحيه، انه انت قاعد تقطع دوري كامل 8 شهور 9 شهور على لاعب هي فعليا رزقته كرة القدم. صراحة هذا إشي يعني مؤذي جدا للاعب. كابتن وليد عصام طبعا ضمن الإحصائيات الموجودة من أفضل حراس الدوري برد الفعل، ما شاء الله عليك، ردة فعله سريعة، حتى صنفوها المحللين عشاق الأرقام زي ما بنحكي إنه من أفضل الحراس وأميزهم بردة الفعل. شو ينقص كابتن وليد عصام عشان يكون بالمنتخب؟ والله أقول لك صراحة يعني بإذن الله هي مسألة وقت. يعني الواحد طموح إنه يوصل لهاي المرحلة، إنه يمثل المنتخب. طبعا الشرف لأي لاعب أردني إنه يمثل بلده خارج الأردن وداخل الأردن ببطولات كبيرة ودية أو رسمية. وبكل صراحة يعني هي بس بإذن الله هي مسألة وقت، لا أكثر ولا أقل. كابتن وليد، يعني أي لاعب كرة قدم أردني ما بيلعب لا بالفيصلي ولا بالوحدات، يعني بأي أندية ثانية، تمام؟ كل لاعب أردني غير اللاعب بالفيصل بالوحدات بيتمنى إنه يمثل يا فيصلي يا وحدات. الآن لو إجاك على الطاولة عرضي ما بين الفيصلي والوحدات، مين تفضل؟ بكل مصداقية. بكل مصداقية صراحة يعني بتشرف إني ألعب مع الفيصلي أو مع الوحدات، لأنه ناديين كبار وفعليا يعني يعني الموضوع هذا صراحة يعني بكل صدق، يعني الفيصلي له مكانته والوحدات له مكانته. ففعليا أنا ما بنحاز لنادي معين، بس فعليا يعني ممكن حسب العرض، حسب مدة العقد. لأنه صراحة يعني أنا ما بنحاز مثلا لنادي معين في الوقت الحالي لأنه في الوقت الحالي يعني عصر احتراف. صحيح. فعليا يعني أنا وين مصلحتي، وين ممكن ألعب أساسي. صراحة هاي الشغلات ممكن يعني تشيل العاطفة. صحيح. يعني خلص الواحد مصلحته ممكن تكون أهم من هاي الشغلات لتحيزك لنادي معين. أصعب مباراة واجهتها؟ أصعب مباراة يعني صراحة أصعب مباراة ممكن يعني في أكثر من مباراة، اللي هي مباراة الرمثة السنة الماضية، نهائي آخر مباراة بالدوري كانت لتتويج الرمثة، جول شرارة. أيوة البلنتي مظبوط صحيح صح. تعادلنا يوميتها 1-1. هاي كانت مباراة جدا قوية. ومباراة الفيصلي والجزيرة اللي هي لما توج الفيصلي. طبعا أنا شفت آثار المباراة لأنه الرجل كانت سيئة والملعب صناعي، فشفت الآثار لما طلعنا مرة فشفت الآثار. يعني حتى يوم حكيت إنه شو هذا كابتن، حكيت إنه والله من مباراة الفيصل كان صعب علي كثير. هسه صراحة كانت أرضية الملعب جدا سيئة. يعني فعليا أنا صراحة استغربت كيف يعني أنت قاعد تحكي تتويج تمام، وآخر مباراة بالدوري تنعمل على ملعب سرطان مش عشب طبيعي. هون بقودني سؤال. طبعا الكابتن طارق خطاب من جهة تحية حكى مقابلة مع الإعلام المميز ليث سعود، حكى إنه أرضية ملعب استاد الأمير محمد بالزرقاء ما بيركض عليها خير فعليا. هذا الكلام صحيح؟ والله صحيح. يعني صراحة دمار لأي لاعب إنه يلعب عليها كملعب. يعني صراحة بستغرب كيف معتمد من الاتحاد، لأنه صراحة يعني معرض اللاعب للإصابة فيه يعني بنسبة كثير كبيرة. تمام. هسا أول على آخر نصيبك أنت كلاعب، يعني ربنا كاتب لك إنك مثلا تنصاب، بس كمان الواحد بده يتخذ بالأسباب. صحيح. يعني أرضية هيك ملعب فعليا أنت ممكن أي خبطة أي التحام بينك وبين أي لاعب ممكن يأثر عليك. يعني وبعدين أغلب إصاباته يا رباط يا كسر بالكاحل. مظبوط صح. فهي فعليا يعني بتدمر أنت لاعب، بتدمر. وصراحة يعني هاي الشغلات كلياتها أول على آخر مش لمصلحة اللاعب. صحيح. بتضره. أصعب مهاجم واجهته يعني لما تشوفه بالملعب تقول لا اليوم يعني فعلا راح نتغلب. والله هي صراحة يعني في لاعبين كثير مميزين هم بالأردن، بس صراحة يعني ممكن اللي بدي أقول لك هسه مش مهاجم، اللاعب ممكن اللي لما أشوفه مش عارف، يعني هو فعليا ما بتعرف شو بده يعمل، اللي هو يوسف عبد الرحمن.
صيصة صيصة موجودة، تحية طبعا. كل احترام، الله يسعدك. بعدين كابتن صيصة من الناس فعلا اللي هادي، صحيح، زي الكابتن محمد ابو حشيش نفس الشيء، صح. عنده برود دم مش كثير مزبوط. صح هو يعني ما شاء الله من المميزين كثير بالدوري الأردني. اغلب حراس المرمى خلينا نحكي اللي بالاردن بشوفوا الكابتن عامر شفيع ايقونه، وطبعا هو من وجهه نظري المتواضعه جدا هو افضل حارس كان باسيا، وليس على مستوى الوطن العربي، يعني كان كثير مباريات بيشيلها لحاله. صحيح. شو بيمثلكم انتم كحراس يعني ناشئين، خلينا نحكي لسه عمر قدامكم، لسه عمر الورد ومميزين وما شاء الله عليكم، شو بيمثلكم الكابتن عامر شفيع؟ هل له اثر بمسيرتكم يعني وانتم صغار كنتوا تحكوا بس اكره بصير زي عامر شفيع؟ مظبوط. صح. هسه فعليا الكابتن عامر شفيع هو قدوه لاغلب الحراس الموجودين عندنا بالاردن. كابتن عامر شفيع فعليا يعني مثل للاعب او الحارس يعني القدوه، خلص انك انت تاخذه فعليا قدوه، يعني كان داخل الملعب او خارج الملعب. فعليا مثل المنتخب الاردني بشكل رائع جدا، وخاصه كمان لما طلع برا الاردن احترف بالدوري السعودي. فعليا يعني مثل الاردن بطريقه بتليق بسمعه الاردن وبالحراس الموجودين بالاردن. ففعليا يعني الكابتن عامر شفيع يعني من اميز الحراس الموجودين باسيا، وانا اتوقع لو انه كمل فعليا الحديث هسه يعني كان بيلعب. صح ما شاء الله عليه طبعا. مقابله سيدي هسه بدنا نحكي موضوع مهم جدا، وبنحكي بقضيه تشغل الراي العام. طبعا الكابتن الخلوق المحترم، الشخصيه الدمثه جدا، كابتن احمد السريوي، بنوجه له تحيه انا واخوي الشرقاوي، طبعا لانه الشرقاوي من عشاق كابتن احمد السريوي. شفنا انه الان في معلومات واقاويل تقول انه الكابتن احمد السريوي راح يتم اقامه من الاتحاد الاسيوي. انتم كلاعبين، وانا من هون بتعرض على موضوع اخر، هل عندكم يعني فيدباك او معلومات سابقه عن البروتوكولات هاي ولا لا؟ يعني هسه بكل صراحه انا ممكن بحط اللوم على الاتحاد بهاي الشغله، لانه انت ببدايه الموسم لازم تكون حاطط اجنده وبتجمع جميع الدكاتره او المعالجين اللي موجودين في الاردن، تمام اللي هم بيمثلوا الانديه، وبتقول لهم بتعطيهم اسماء المواد اللي هي ممنوع انه اللاعب ياخذها باي شكل من الاشكال. تمام. وهذا الاشي فعليا يعني الاشي اللي ماخذه احمد السريوة ممكن اغلب لاعبين الاردن تعرضوا انهم اخذوا، بس هو صدفه انه هو اجا الفحص اليوم ما كان ماخذ هاي الابره. اما فعليا ما حد كان منبه على اللاعبين انه هذا الاشي ممنوع. وفعليا يعني صراحه يعني ممكن بدي اقول لك اياها انه هو ما بنلام بس خلص يعني صار الموضوع عليه. وانا بقول لك فعليا يعني ممكن اذا بتحمل مسؤوليه اللي هو المسؤول عن المواد المحطوطه بالاتحاد او موصل للانديه الاردنيه انه هاي المواد هي ممنوعه او مسموح انه اللاعب ياخذها. بس عندكم كلاعب عندي محترفين، هل بيجيكم انه تعليمات انه ممنوع تاخذوا المواد الف باء بيجيكم التعليمات ولا ما عندكم الخبره والدرايه بالموضوع هذا؟ هسه صراحه يعني هو حسب اللاعب وفكره، تمام. هسه ممكن يعني إشي أنا ما بعرف فيه أو ما تخبرت فيه ممكن أنا أبحث عنه. هسه أنا كلاعب فعليا لازم أنت تكون يعني تشتغل على حالك، تروح تشوف، تسأل، تفتح على النت، كل إشي هسه حاليا في الوقت الحالي موجود. يعني لو بدك تعرف يعني شو المواد مثلا الممنوعة إنه أنا اللاعب أخذها، شو الأشياء اللي مثلا بتفيدني أنا في الملعب، ما بتدخل مثلا في المنشطات، فعليا يعني أنت بتدور عليها بتشوف. بس هو فعليا اول على اخر في توعيه من الاتحاد. أيوة لازم يكون في توعيه من الاتحاد او فعليا انه يكون في اجنده شو المواد المحظوره صح. وشو المواد اللي لازم تاخذها عادي وما بتاثر عليك. هسه كابتن وليد، في تعليمات او توجيهات او كتب من الاتحاد لرؤساء الانديه يجوا بيحكوا لكم انتم كلاعبين محترفين هاي ممنوع تاخذوها في ولا لا؟ هسه صراحه انه تخبرنا فيها ما تخبرنا.
بس ما بعرف صراحه اذا الاتحاد موصلين للانديه والانديه ما انتم خبرونا. كلاعبين محترفين ما تخبرتوا ما تخبرنا بس هسه اول على اخر معروف اللاعب في مواد لازم ما يقرب عليها، يعني هاي تعتبر من المنشطات. يعني فعليا هسه انا كوليد بعرف انه هاي الابره بتضلها في الجسم 48 ساعه. تمام. يعني قبل المباراه، خاصه من بعد ما صار موضوع المنشطات انه في فحص لكل اللاعبين، للاعبين معينين بعد المباراه، صراحه بطلت. يعني ممكن مثلا اذا في عندي إشي مثلا سني ولا الواحد بيعاني من مرض او شيء، يبعد عن هاي. ممكن تاخذ اشياء مسكنه ما تفوت لما يصير في عليك مثلا انك تنحط انت تحت الامر الواقع انك انت بدك تاخذ عينه مثلا عشان الفحص، انه هاي ممكن ما تضرني. يعني انا ابعد عن الاشياء اللي هي فعليا محظوره. فبس الشيء بدي اسالك وسؤال يعني يتراود ببال كثير من عشاق نادي الجزيره، تمام؟ هل الامور الماديه نادي الجزيرة على ما يرام، هل النادي الموسم الجاي من الشيء اللي شفته أنت بنادي الجزيرة قادر على إبرام صفقات، قادر على أنه يرجع الجزيرة بالقوة المالية؟ وبركز على القوة المالية لأنه إحنا بالوقت الحالي كل الأندية بتعاني من ضائقة مالية. هل نادي الجزيرة قادر أنه يرجع؟ هل نادي الجزيرة قادر أنه يبرم صفقات على مستوى عالي، خلينا نحكي من لعيبة الصف الأول بالأردن؟ والله صراحة يعني بتمنى إنه الجزيرة يرجع لمكانه، لأنه فعليا هذا بيتي الثاني. يعني أنا تربيت في نادي الجزيرة، وبلشت الرياضة من نادي الجزيرة، وانعرفت بنادي الجزيرة. ففعليا يعني الفضل اللي بعد ربنا اللي هو لنادي الجزيرة، تمام، والأشخاص اللي تعاملت معهم في نادي الجزيرة. يعني فعليا حزين جدا على الإشي اللي قاعد بيصير في الجزيرة، وبتمنى انهم يرجعوا، وبتمنى من الاداره انها مثلا تعمل صفقات ما تتخلى عن اللاعبين بسهوله، انه خلاص عشان مثلا مبلغ معين. لانه اول على اخر نادي الجزيره نادي كبير وله اسم بالدوري الاردني. يعني فعليا هسه لو تروح تسال اي واحد ما بفهم بالرياضه بيقول لك فيصل، وحدات جزيره، رمثا، حسين اربد. يعني فعليا اسم الجزيره دائما موجود. طلع نجوم نادي الجزيره، طلع نجوم منتخب وعلى مستوى عالي. يعني صح. نادي الجزيره طلع لعيبه موهوبين جدا. صح. انا بنقاد لمقوله انت حكيتها وبختم فيها لقاءنا اللي كان يعني شيق وكان لطيف وخفيف. حكيت لي مره عبد العزيز، انا لو الجزيره ظل دوري المحترفين مستحيل اطلع من مصبوط. بيتي، لاني انا بحس بالاستقرار وبحس بالراحه بالراحه المطلقه. ولكن كل لاعب بهمه ايضا كمان انه يكون بدوري المحترفين. صحيح 100%. وانا بحكي من هون انه ليست كل الايام صعبه ولن تكون هكذا صعبه، وسيعود الجزيره باذن الله افضل مما سبق. في سؤال بسأله وبيعتبر هو يعني سؤال الحلقه، بسأله كل ضيف اصلي: قدوتك بالحياه. قدوتي بالحياة هسه فعليا قدوتي بالحياة هي والدتي. الله يخليك. الله يسعدك. طبعا بوجه تحية لخالق وليد. الله يسعدك. دير بالك على يعني فعليا هي قوتني بكل شيء، ساعدتني فعليا لما كنت مثلا بحاجة كلام يقويني. امي كانت تكون موجودة، وفي كثير اشخاص كمان قراب لي. وصراحة في صديق لي هو بمثابة اخ اللي هو عبد الله العنبتاوي، هو بعيد عن الرياضة شوي. الله يسعد لي اياه. هو حاليا في الامارات، يعني له تقريبا 4 سنين. اتغرب بسبب ظروف معينة. قريب لي دائما متواصل انا وياه، قراب من بعض. وفعليا هو بقول لك مثابة اخ وقريب لي كثير. الله يسعد لي اياك حبيبي، ويلمكوا عن قريب باذن الله. كابتن وليد، شكرا على انك لبيت الدعوه. طبعا هذا من طيبك ومن اخلاقك العاليه. اصدقائي، لما بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا مع الكابتن وليد عصام، بوجه تحيه لاخوي المصور والمبدع طبعا واللي اغلبه دائما الشرقاوي. كونوا معنا مع ضيف جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.